انت خريج جديد او سنة 2 لحد 5 سنين، انت ما زلت حديث التخرج وخبرتك قليلة. من أول سنة لينا في الكلية وأنت بتعمل تصميمات معمارية مختلفة، بداية من بيت صغير أو مثلا شاليه دور واحد، انتهاء بأن أنت بتعمل مشروع التخرج اللي بيكون على حجم ضخم جدا، سواء على مستوى التصميم المعماري أو على مستوى التخطيط العمراني ككل، وغيره طبعا في النص من الحاجات اللي أنت بتدرسها اللي بتساعدك تدرك قيمة ومقدرة باقي التخصصات في الشغل بتاعك، وده علشان توجد في إيدك حلول مختلفة لعدد كبير جدا من المشكلات، سواء اللي موجودة حاليا أو المتوقع وجودها مستقبليا. وزي ما عملنا مقترح لحياة المعماري بتتقسم لثلاث أجزاء: مايند سيت وبراكتسنج وبروفيشنال لايف، فاحنا في الجزء اللي هنتكلم عن البراكتسنج، بالاخص جزء المانجنج. احنا في خلال الدراسه بتاعتنا بالكامل مش بنتطرق باي شكل لجزء المانجنج او الماركتنج، ومن وجهه نظري دول اهم جزئين انت تقدر تشتغل عليهم. جزء البراكتسنج بشكل عام ده بيعتمد عليك انت، اللي هو بيتقسم لجزئين: جزء مانجنج وجزء ماركتنج. انت بتتعامل على الاساس ده في اهم فتره من حياتك المهنيه، فللاسف بتتحول لنمط زي اللي موجود حواليك علشان تقدر تتماشى مع ذوي الخبره. اللي بيخلي الدراسة 5 سنين معلومات هشة جدا في أثناء الممارسة العملية، وإن أنت أول ما بتحتك بسوق العمل، هي لأن أنت الدراسة بتاعتك بالكامل بتفتقر لحاجتين مهمين. أول حاجة وهي ميزانية واضحة لكل مشروع إحنا بنعمله. الميزانية دي بتترجم لتصميم محدد من خلال خامات وطرق تركيب وتشغيل معينة. فمثلا في أثناء الإشراف أو حتى في أثناء استلام مراحل بعينها في التصميم بتاعك، فالكلمة اللي بتتقدم في بعض الأحيان من خلال المقاول أو من خلال الصنايعي عشان تبدأ تحد من توجيهاتك في الإشراف، والجملة دي هي كده السعر هيزيد شوية مع التوجيهات دي، والمهندس مش هيكون موجود معاك وانت بتحاسب. وقتها تتاكد من حاجتين: اول حاجه ان مش دي الغلطه الوحيده اللي موجوده في الشغل، تاني حاجه وهي ان المقاول هنا بيحاول يحد من تاثيرك في الاشراف، وحاجه تاني كده جانبيه ان انت بالمنظر ده لازم وجودك في المشروع يبقى بشكل اكبر علشان تقدر تشرف على تفاصيل اكتر وتتاكد ان المنتج النهائي يطابق التصميم بتاعك. انت في اثناء التصميم كل خط وكل خامه بتقرر ان انت تعملها بتترجم لجزء من ميزانيه العميل، فانت هنا لازم يكون في ذهنك الخواص التفاعليه للخامات، سواء الالوان او الخامات الخام نفسها. الخواص التفاعليه يعني بشكل عام مقصود بيها الخامه اللي بتتاثر بالميه، اللي ما بتتاثرش، اللي بتتاثر بدرجات الحراره وغيره. فمثلا الخامات اللي انت هتستخدمها في المطبخ غير الخامات اللي هتستخدمها في اوضه النوم مثلا، وبالتالي طريقه التركيب والتشغيل هتختلف، وبالتبعيه سعر التركيب هيختلف. كمان الخواص الفيزيائيه للخامات، طبعا الخامات اللي انت تستخدمها على الواجهات الخارجيه غير الخامات اللي انت هتستخدمها في التصميم الداخلي بتاعك. فمثلا الخامات اللي انت تستخدمها في التصميم الخارجي بتاعك او على الواجهات بتتعرض لعوامل مختلفة عن العوامل اللي بتتعرض ليها الخامات اللي انت بتستخدمها في التصميم الداخلي. بمعنى مثلا ان انت لو هتستخدم تشكيلات على الواجهات من بره، فانت بتستخدم فيها خام الاسمنت الاسود، وده لان هو بيكون مقاوم للرطوبة بشكل اكبر. لكن مثلا لو هتعمل تشكيلات في التصميم الداخلي، فانت ممكن تستخدم الجبس او الاسمنت الابيض، وده لان هم في الفينش بتاعهم الخامة نفسها بتكون انعم وبتكون يعني مش محتاجة ان هي تكون مقاومة جدا للعوامل دي. طبعا الخامة دي او غيرهم بالمشتقات المختلفة ليهم، وده طبعا غير الاختلافات الكتيرة في اسعار الخامات عن بعضها وما يعادلها معاك في التصميم، علشان تبدا تتاكد ان انت المنتج النهائي اللي هيكون موجود مطابق باكبر شكل ممكن للصوره اللي انت انتجتها. فانت هنا في التصميم بتاعك لما بتختار خامه معينه، فانت اللي بتفرض عليها طريقه تركيب وتشغيل معينه علشان تقدر تبقى في اتفاق معين بينك ما بين المقاول على السعر، وده علشان يكون في الاخر السعر اقرب ما يكون للواقع، علشان الاختيارات اللي انت عملتها في الصوره الجميله دي ما تبقاش بتتغير باستمرار. تاني حاجه بتاثر معاك في التصميم وهي الايدي العامله. الايدي العامله ليهم تأثير كبير جدا على المنتج النهائي بتاعك بيكون عامل ازاي، وده اولا لان هم دول ايديك في الموقع اللي كل الاعمال بتتم من خلال ايديهم، فلازم التواصل بينك ما بينهم يكون مباشر عشان تقدر تتاكد ان كل بند وكل خطوه بتتم طبقا للاشتراطات اللي انت وقعتها او اللي انت وفرتها من البدايه. ودي حاجه بتعتمد عليك انت بشكل كبير في ان انت تكون وقعت المعلومات بشكل كافي على الرسومات بتاعتك، وطبعا الرسومات هي وسيله الاولى لعرض البيانات الخاصه بيك، لكن مش هي الوسيله الوحيده، وده لان كل قرار انت هتوقعه هو هيتنفذ من خلال المقاول او الصنايعي. فانت لو ما وقعتش القرار ده بنفسك وانت اللي كنت محدد هيتعامل ازاي، فهو كده كده هيتعمل بس من خلال حد تاني غيرك، وغالبا القرار مش بيكون شبه اللي انت عايز تعمله، لان الصنايعي بيتوجه ان هو يعمل الاسهل ليه. يعني خلينا صراحه مع بعضينا، ودي مش دايما الحاجه الاصح للشغل بتاعك. انت خلاص عرفت من جزء المايند سيت اللي احنا اتكلمنا عنه الكليه المفروض بتكون بتوفر لك ايه. حاليا جزء البراكتسنج ده معتمد عليك انت، وده يتحقق من خلالك من حاجتين زي ما قلنا: ان
ان انت تبدا تتعامل مع ميزانيه في مشروع عشان تبدا تشوف الحدود بتاعه المشروع بتبقى عامله ازاي، وتبدا تتعامل مع ايدي عامله كتير عشان تبدا تدرك ايه الاخطاء اللي ممكن تحصل، عشان تبدا تدرك ان انت لما بتحط حائط معين وعليه تكسيات معينه او بتصميم معين ايه الاخطاء اللي ممكن تحصل وتتعالج ازاي. الفكره ان انت مش بتبقى عارف كل الاخطاء اللي هتحصل، بس انت بتبقى عارف طريقه اداره الاخطاء دي بتبقى عامله ازاي. وده جزء المانجنج، بس في الجزء ده جزء الماركتنج هنخصص له فيديو تاني.